السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا انا كنت عملت الموديل ده معاكم في البث. طبعا الصورة سيئة جدا 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 فوق الوصف. وفي بنات كتير قالت الموديلات ما كانتش واضحة معانا، فانا قلت لهم هعمل لكم فيديوهات علشان البث ما كانش احسن حاجه. طبعا هنبتدي باول حاجه توكه الكحكه. تمام يا بنات، دي توكه الكحكه اللهم بارك، جميله جدا والتقفيل بتاعها روعه. عاملينها باللولي يا بنات. تمام، ان شاء الله باذن الله هنبتدي نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه جدا. هقول لكم الخامات ايه. تمام، دي الطريقه بتاعتنا بتاعت النهارده اللي احنا شغالين بيها. تمام، ودي لون تاني منها. تمام يا بنات، بستان 2.5 سنتي. تمام يا بنات، هقول لكم دلوقتي ينفع تنفذيها بالخامات ايه. تمام، ان شاء الله باذن الله هننفذها مع بعض. تمام يا بنات، معانا قطعتين جينز. تمام، مقاس 40 سنتي، قطعتين يا بنات. تمام، طولها 40 سنتي يا بنات. تمام، قطعتين طول 40 سنتي. طبعا هو علشان انا اشتغلت على جنب فهتلاقي المقاس قصر معانا. هي طولها 40 سنتي يا بنات. تمام، هنحتاج قطعتين وهنبتدي نخيطهم بنفس الطريقه من الجنب. طبعا انا خيطت جنب عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، فخيط الجنب التاني معاكم بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها في الجنب الاول. تمام يا بنات، هنحتاج طبعا خرز لولي مقاس 6، خرز لولي مقاس 6 ومقاس 8 ينفع يا بنات. تمام، بس ال6 هي احلى، يعني هادي كده وحلو. تمام، هنبتدي بسم الله ناخد غرزة تثبيت في اول الخيط، هنسيب بس 1 سنتي. تمام، وناخد غرزة تثبيت يا بنات. تمام، بالطريقة دي. تمام، هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ناخد اول خرزة، هنسيب نص سنتي من الخيط. تمام، ونبتدي ندخل الابرة بتاعتنا. تمام، وبكده نكونوا عملنا اول خرزة. هنيجي برضو في الجزء التاني الناحية التانية. تمام، هنبتدي نجيب خرزة ونبتدي نسيب نص سنتي. تمام، وناخد الخرزة التانية، الغرزة التانية. تمام، هتكون معانا بالشكل ده. هنكمل كده لحد الاخر يا بنات. تمام، نسيب نص سنتي وندخل بالإبرة نص سنتي بعد الخيط. تمام، نص سنتي بعد الغرزة اللي انت اخدتيها اخر حاجة. تمام، الخيط طالع هنا هنسيبه نص سنتي ونعمل غرزة، الخيط طالع هنا هنسيبه نص سنتي ونعمل غرزة. تمام، نص سنتي ونعمل غرزة. تمام يا بنات، هيكون رايح جاي معانا بالطريقة دي، خرزة عكس خرزة. تمام يا بنات، هتلاقي من هنا خرزة، هتلاقي من هنا قصادها فاضي، من هنا في خرزة هتلاقي من الناحية التانية قصادها فاضي. تمام يا بنات، بتمنى تكون الطريقة واضحة معاكم. طبعا البث تعبني كتير في التصوير وفي الاخر ملقتش ليه اي نتيجة، بصراحة زعلت جدا. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ادعوا لي بقى ان انا اقدر اصور لكم الموديلات كلها تاني. بس هصور فيديوهات، مش هصور بس تاني، لان البث اخد وقت ومجهود كبير جدا 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 وما لقيتش منه اي نتيجة خالص يا بنات. الحمد لله. تمام، زي ما احنا ماشيين كده. تمام، هنبتدي ناخد الخرزة وندخل بعد الخيط بنص سنتي لحد الاخر يا بنات. تمام، هنفضل ماشيين بنفس الطريقة دي لحد اخر شريط الستان. تمام، بالنسبه بقى اللي ينفع تشتغليه على ايه، ينفع تشتغليه بالدبل فيس ال2.5. تمام، بس تاخدي بالك من ايه، هتاخدي بالك اللي وانت بتدككي الاستك بتاعه ممكن ينسل منك. تمام، انا جربته ونسل مني وما حبيتش اطلع لكم بالطريقه، مع ان ناس كتير طلبتها مني وانا مرضيتش ابعتها لهم علشان خاطر
ما مش حلوه وما عرفتش ارد عليها وقتهم ما اقول لهم ايه. تمام. بس اول ما لقيت خامه جديده في السوق اقدر ان انا اشتغل بيها الموديل، طبعا جبتها وما ترددتش خالص. بجد خامة جميلة يا بنات. هي بس ايه، هتتعبك شوية عبال ما تلاقي لها موديلات، بس بجد الموديل ده فيها جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله انا هحاول الفترة الجاية اشتغل منها كتير ان شاء الله باذن الله. لان هي موجودة عند بنات كتير. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بتمنى يكون التصوير واضح معاكم والطريقة واضحة معاكم. هنسيب نص سنتي بعد الخيط ونبتدي نحط الخرزة بتاعتنا بالطريقة دي. بتمنى يكون الفيديو واضح معاكم والطريقة واضحة معاكم يا بنات. تمام. بعد بعد الخرزة بعد الخيط بنص سنتي بنبتدي نعمل خرزة تانية. ناخد بالنا يا بنات ان ممكن الخيط يلف معانا على الخرزة. تمام. فناخد بالنا، يعني زي ما بيحصل معايا كده قدامكم، الخيط اوقات بيلف مني على الخرزة لان الخيط طويل. وكمان معلومة، ما ينفعش اللي احنا نشتغل بخيط قصير. ليه؟ لو اشتغلت بخيط قصير مش هتعرفي تكملي طول الستان كله. تمام. فلازم أن يكون الخيط بتاعك طويل عشان تقدري تشتغلي قطعة الستان بفتلة واحدة، يعني مرة واحدة، ما يكونش الخيط ما يخلص منك في نص الستان او في نص الشغل وما تقدريش تكملي الموديل. تمام. فاعملي احتياطاتك ان الخيط يكون معاكي طويل من البداية. انا بحبه طويل. بطمن اني مش هقف في نص الشغل على اي حاجة. تمام. شايفين يا بنات هنا الخيط لف، ناخد بالنا منها بس ونعدلها بالطريقة دي اهي. بس خلاص ظبطت معانا. تمام. بس كده. ونبتدي نكمل يا بنات الخرز. طبعا بشكر كل الناس اللي كانت موجودة معايا في البث. بس بجد الجودة بتاعت البث مش لطيفة خالص. ومش جميل ابدا، يعني مع اني اللهم بارك الموديلات اللي انا كنت طالعه بيها جميله خالص خالص. دلوقتي هوريكم الصور بتاعتها ان شاء الله باذن الله. ولا بلاش احرق المفاجاه وانا اصور لكم الفيديوهات على طول. لا ان شاء الله هوريكم الصور بتاعتها في اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله هننفذ الموديلات تاني كلها تاني. ادعوا لي بس ربنا يديني الصحه كده واقدر اعملهم تاني ان شاء الله باذن الله. تمام. طبعا يا بنات قلنا نسيب مسافة كويسة بعد الخيط حوالي نص سنتي. تمام. زي ما انا شغالة معاكم كده. بتمنى يكون التصوير واضح معاكم والشغل واضح في الفيديو، ما تكونش ايدي بعيدة عن الكاميرا. بتتعبني حكاية ان ايدي تبعد دي، بتضايقني. انا ما بحس ان انا ما عرفتش اوصل لكم المعلومة. هو فعلا انا ما بكونش وصلت المعلومة اصلا، بس بجد الموضوع مرهق خالص ومتعب جدا. بس كلامكم بيحفزني جدا جدا وبيديني داعم قوي ان اكمل، واني لا كملي، لا ما توقفيش. في ناس دلوقتي بتدخل تطلب مني موديلات. طبعا يا بنات كده احنا خلصنا الموديل، خلصنا تخييطة الخرز. تمام. طيب نتأكد ازاي اللي احنا شغلنا مظبوط. هنا الخرزتين قصاد بعض. تمام يا بنات. في البداية والنهاية نفس الطريقة، الخرزتين قصاد بعض، الخرزتين قصاد بعض. تمام يا بنات. اهي دي القطعة بتاعتنا اللي احنا عملناها. تمام. هنبتدي نجيب الدكاكة بتاعتنا. تمام. هنجيب الاستك. طبعا انا ما عنديش دكاكة وهدكك معاكم
بالجفت. تمام، هنبتدي عايزين قطعة استك يا بنات. تمام، طول 20 سنتي. تمام يا بنات، طول 20 سنتي. هنبتدي ندخلها في الجفت بالطريقة دي. تمام، وهنربطها على الجفت كده. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي ندكك بيها. تمام، وانا بدكك بقى كده يا بنات، انا ما كنتش بدككه بالجفت الستان، كنت بعمله بالدبوس اللي هو زي دي. تمام، بس كان بينسل جدا. شوفوا دي انا بعمله بالجفت، اللهم بارك. جميل خالص والله يا بنات. تمام، طبعا الكشكشه اللي في الجماش ذات نفسه، هي بتخلي بتخليه ناشف شويه في التعامل، فاهمين قصدي؟ ف بيغلب شويه على بال ما بتدككيه. طبعا لو انت عندك الدكاكه الموضوع هيبقى اسهل كتير طبعا، بس انا مش عندي، ف بختار برضو حاجه ما تاخدش معايا وقت كتير. فطبعا ملقتش اسهل من الجفت. كده يا بنات نكونوا خلصنا تفكيك الاستك بتاعنا. تمام، هنبتدي نربط عقدة. تمام، بالطريقة دي او اتنين يا بنات. تمام، عشان نتأكد ان هي ما تفكش. طبعا يا بنات انا هنا ربطت الاستك. تمام، هنبتدي برضو بالجفت. تمام، هنبتدي ندخل العقدة بتاعتنا في التوكة كده. تمام، بالطريقة دي يا بنات، نخليها لجوه شوية. تمام، طبعا احنا هنا القطعة اللي انا ال1 سنتي اللي انا سايباها دي. تمام، هنبتدي طبعا نتني منها جزء بالطريقة دي، والتانية اللي قصادها بنفس الطريقة يا بنات. تمام، وندخلها لجوه كده. تمام، وهنبتدي نجيب الطرفين دول على بعض بالطريقة دي يا بنات. تمام، وهنبتدي نخيطه. طبعا يا بنات مش هينفع نخيطهم لتحت خالص. ليه بقى؟ عشان مش عايزين نخيط الاستك. تمام، احنا بنخيط القماش بس. طبعا احنا لو دخلنا لو خيطنا من لو خيطنا خياطة عادية خالص، طبعا هنلاقي نفسنا بنخيط الاستك معانا، وهتلاقي مطة الاستك مش اللي هي تمام. فطبعا احنا بنخيط كده علشان ما ناخدش معانا الاستك ونبوظ شكل ونبوظ التوكة معانا. تمام، فهتقولي لي طيب ما كده في مثلا ممكن
الخيط يبان معانا او كده، هقولك لا، خيطي بس وانت في الاخر هنقفل هنا وهنحط فيونكة هنا. كل حاجة هتبقى تمام في الاخر، متقلقيش. تمام. برضو هنبتدي في الجزء التاني بنفس الطريقة يا بنات، هنبتدي برضو ندخل جزء الستان ده جوه. تمام. وقلنا الطريقة التانية برضو الجزء التاني. تمام. هندخله بالطريقة دي، وهنبتدي برضو نكمل خياطة. تمام. طبعا الخيط هنا، فهنبتدي من هنا. طبعا بالطريقة دي يا بنات. طبعا احنا لسه هنقفل بواحد سنتي، ولسه هنحط فيونكة، ولسه هنقفل بستان تاني من نفس القماشة. تمام. ده ستان جينز يا بنات، الخامة جينز، جميلة جدا وحلوة اوي في شغلها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طبعا يا بنات كده احنا قفلنا. تمام. قفلنا بالخرز بتاعنا، قفلنا التوكة الكحكة بتاعتنا. تمام. هنبتدي نجيب القطعة التانية برضو مقاس 40 سنتي يا بنات. تمام. برضو من نفس الخامة ونفس القماش، برضو طول 40 سنتي. تمام يا بنات. يبقى الموديل كله مش مكلفنا غير 1 متر و20 سنتي، مش مكمل اي حاجة خالص، يعني مش واخد خامات كتير ولا اي حاجة. تمام يا بنات. هنبتدي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. هنبتدي يا بنات طبعا نعمل فيونكة بالطريقة دي. تمام. تمام يا بنات. وهنبتدي بسم الله كده. تمام. من غير خياطة كشكشنا الفيونكة بتاعتنا، وهنبتدي نلف الخيط عليها وكده نكون خلصنا الفيونكة بتاعتنا. تمام يا بنات. هنبتدي لو في اي قصقصات خياطة او اي حاجة نشيلها. تمام. هنبتدي نجيب قطعة ستان 1 سنتي، يعني نلفها مرتين او حاجة على التوكة. تمام. هنبتدي يا بنات هنحط هنا جزء من الشمع كويس عشان نلزق الفيونكة يا بنات بالطريقة دي. تمام. هنا لزقنا الفيونكة. تمام. بالطريقة دي هنبتدي
نلزق الواحد سنتي الاول عشان نتأكد، بس نأكد التقفيل كويس يا بنات. تمام. حطيت فيها 1 سنتي. تمام بالطريقة دي. تمام يا بنات. هناخدها لفتين او حاجة عليها بالطريقة دي. تمام. هنبتدي نقص القطعة الزيادة دي ونشيط طرف الستان ونلزقها، نتك عليها كده. تمام. كده نكون عملنا الفيونكة بتاعتنا. تمام يا بنات. هنبتدي نجيب عايزين طبعا قطعة من نفس الستان. تمام. عايزين قطعة حوالي 7 سنتي يا بنات. تمام. قطعة 7 سنتي. تمام. اهي يا بنات هنعملها بنفس الطريقه كده. ممكن تلزقيها تعملها بالولاعه. تمام. طبعا كده يا بنات نكون خلصنا الفيونكة بتاعتنا بتاعت النهاردة. تمام. هنبتدي نقص الديل بالطريقة دي يا بنات. تمام. او بأي شكل حضرتك تحبيه، يعني بأي شكل زي ما يعجبك بالطريقة دي. تمام. جميلة جدا وأمورة خالص التوكة الكحكة. تمام. وبكده نكون خلصنا الموديل بتاع النهاردة. طبعا هوريكم الموديلات اللي احنا كنا شغالين فيها بالبس. تمام يا بنات. ان شاء الله باذن الله هنطلع اعيدها لكم تاني بس في فيديو، مش هنطلع بس خالص. تمام. ده اول موديل يا بنات كنا عاملينه. اللهم بارك، جميل جدا جدا. دي الالوان بتاعته اللي انا اشتغلتها منه. تمام. ان شاء الله باذن الله هنطلع برضو نشتغلوا معاكم تاني. وده برضو موديل. بتمنى تقولوا لي ايه اكتر موديل عجبكم. تمام. من سلسله ال2 سنتي الموديلات اللي انا هوريها لكم النهارده. تمام. جميل جدا 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 برضو. تمام. ده برضو الموديل ده يعتبر كده الموديل الرابع. تمام. طبعا كلهم احلى من بعض. اللهم بارك. طبعا ده لون جديد، اول مره اجيبه، اول مره اشتغل بيه. شكله جميل جدا. افتح درجه في الكشميرات. هو درجته كشمير بس فاتحه جدا. بس شكله حلو قوي. طبعا بتمنى يكون الصور واضحه معاكم. طبعا وكان معانا كمان الموديل الدبل فيس. ده موديل جميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هننزل لكم الطريقه بتاعتهم في فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله. انتظرونا. طبعا بتمنى الموديل يعجبكم، وشكرا لكل البنات اللي بتدعمني. بتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات وايه اكتر موديل عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.